ليه يا بنتي خربتي بيتك بايدي؟ وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي ما يسواش. الكلب اللي انتي بتقولي عليه ده هيعمل لي احسن من البيت ده 1000 مرة. طب اديها فرصه تانية. بنتك لو اخر واحده في الكوكب ما تلزمنيش. وبعدين انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا بقول لك كاتب كتاب الاسبوع اللي جاي وعازمكم. قلت لك كتير وانت اللي غبيه، اديكي خسرتي كل حاجه. ايه انتوا كنتوا فين كده يا ابني؟ كنا عند المأذون، انا واحمد اتطلقنا. ايه؟ ايه الكلام ده؟ ازاي يا ابني ده؟ انا زهقت منك ونفسي اتطلق بقى. كل ده يا سعاد عشان نستجيب لك المنوكير؟ القصة مش قصة مونوكير، انت حد بارد وانا جبت اخر خلاص. ما ينفعش كده يا سعاد، ما يصحش كده. بس يا ماما بقى بقولك زهقت. ده انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انت ليه دايما بتعامليني كده؟ عشان انت عمرك ما عملت حاجة عدلة يا اخي، خلاص بقى. حرام عليكي، ده انا بحبك. خلاص يا احمد معلش، مفيش منك يا ابني. انزل دلوقتي، هي اعصابها تعبانه شويه. ماشي يا ماما، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سعاد، انت بتعاملي الجدع كده ليه يا بنتي؟ ده طيب ويتحط على الجرح يطيب، حرام عليكي يا بنتي. انت عارفة ان انا ما بحبوش ومش عارفة اتقبله. يا بنتي ما تعقلي، انتوا بقالكوا سنين متجوزين، لو ما كانش عشانك عشان خاطر عيالك. انت عارفة ان هو عمر ما نزل لي من زور، حياتي عذاب معاه. عايزه تخسري جوزك ابو عيالك عشان حبيب القلب. زياد بيحبني وانا بحبه ومستني ان انا اتطلق عشان يتجوزني. يا بنتي ده عيل شمال وبياع كلام، ولا هيتجوزك ولا حاجه، ده هيضحك عليكي وانت مش صغيره. ما انتوا اللي جبرتوني على كده لما جوزتوني احمد غصب عني. اصبري يا سعاد، الحب هيجي بعد الجواز، اديني اهو مش طايقاه. كنا خايفين عليكي وعلى مصلحتك يا بنتي، انت اللي شطانك سايقك. والله انتوا ظلمتوني. يا بنتي انا اكتر واحده خاف عليكي، بلاش شيطانك يسوقك يا بنتي، هيوديكي في حته وحشه وبعد كده هتخسري كل حاجه. والله يا ماما ما مضيعني غير نصايحك اللي مودياني في داهيه. السلام عليكم. جبت لكم معايا بقى شويه حاجات كده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. يا حبيبي ما تمسك ايدك شويه، الاسعار يا ابني بقت نار، محدش ضامن الدنيا يا ابني ايه اللي هيجرى فيها بعد كده. يجوعنا يعني؟ وبعدين هو احنا كده عايشين اصلا؟ ليه وانا اتاخرت عنك في ايه؟ انت كل طلباتك مجابه. ما حسسني ان انت مقعدني في كومباوند في التجمع بصراحه. ده انت لسانك عايز قطعه، ما تهدي شويه، ده الراجل قايد صوابعه العشرة شمعه. بقولك ايه يا ماما، اسكتي وريحيني بقى. اسكت؟ صدقني ان انت قلتي الادب، انا هو محضر شنطتي وهو امشي من هنا. اهدي بس يا ماما، هو انت يعني مش عارفه بنتك؟ اقعدي يا ماما، انا ما اقصدش وانت عارفه ان انا ما اقصدش. خلاص انا جبت اخري. هو في ايه يا سعاد؟ هو انت كل شويه تلككي على اي حاجه وخلاص؟ بتلكك؟ في يا اولاد، ما انا سايباكوا كويسين. بقولك ايه، انا زهقت وجبت اخري خلاص، عايزه اتطلق. طلاق ايه؟ ما تستهدى بالله يا احمد. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول لك ايه بس، ما انت عارفاها بتتلكك على اي حاجه وتعمل مشكله. والنبي يا اخويا اعمل فيها الملاك البريء. بقولك ايه، انا عايزه اتطلق خلاص. يا سعاد بص لبيتك وبص لعيالك، انت ليه بتتعاملي معايا كده وانا عمري ما زعلتك؟ ما بحبكش يا اخي. ايه؟ اهدي يا بنتي استهدي بالله، ده ابو عيالك. معلش يا ابني اعصابها تعبانه شويه. دي من ساعه ما عرفتها يا حاجه وهي كده، وانا عارف انها ما بتحبنيش، بس هعمل ايه في قلبي؟ حرام عليكي يا بنتي اللي بتعملي في الجدع ده، ده مهما كان ابو عيالك. مالك؟ مش على عادتك يعني؟ انا بكلمك هو انت اطرش؟ انت مش كنت عايز تطلقي؟ اشمعنى بتسأل دلوقتي؟ هعيد لك السؤال تاني، مش كنت عايز تطلقي؟ عاوزه اتطلق. ايه هتطلقني؟ الصبح هنروح للمأذون وهعمل لك كل اللي انت عايزاه. بجد يا احمد؟ هو انت فيك حاجه ولا ايه؟ تصبحي على خير.
ايه انتوا كنتوا فين كده يا ابني؟ كنا عند المأذون، انا واحمد اتطلقنا. ايه الكلام ده؟ ازاي يا ابني ده؟ انا عارف ان ما عندكمش بيت تقعدوا فيه بعد ما بيتكم وقع، وانا كل شهر هبعت مصروف للعيال. لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه يا ابني بس؟ مفيش، عملت لها اللي هي عايزاه. انا هدخل الم هدومي. في يا سعاد؟ ليه كده يا بنتي خربتي بيتك؟ ما اعرفش، انا لقيته اتغير فجأة وبيقول لي مش كنتي عايزة تتطلقي؟ انا هطلقك. بصراحة انا ما صدقت. ليه يا بنتي خربتي بيتك بايدك؟ وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي ما يسواش؟ الكلب اللي انتي بتقولي عليه ده هيعمل لي احسن من البيت ده 1000 مرة. احنا اتفقنا خلاص، هظبط حالي كام شهر وهاجي اخد عيالي. هي كده كده هتتجوز ومش فاضيه لهم. اهدى يا ابني بس، ربنا يهديك، ما تخربش بيتك. وهي والله يا ابني ولا هتتجوز ولا نيلة، انت فاهم غلط. السلام عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. عرفت يا اختي اتغير ليه؟ هو ما قاليش انه عرف الموضوع ده، هو لسه متكلم فيه دلوقتي. مالك يا بنتي في ايه؟ الواد الغشاش كان بيضحك عليا وعمل لي بلوك وما بقاش يرد عليا. ما انا ياما نصحتك ما سمعتيش كلامي. كنت انت خربتي بيتك. كنت بحبه يا ماما، كنتش اعرف ان هو هيعمل معايا كده. الله يسامحك يا بنتي على اللي عملتيه. انا مش عارفه اعمل ايه. ما انا ياما نصحتك ما سمعتيش كلامي. ما انا ما كنتش اعرف ان هو هيعمل معايا كده. قلت لك كتير وانت اللي غبيه، اديكي خسرتي كل حاجه. لا ما خسرتش حاجه، احمد بيحبني وهنرجع لبعض وكل حاجه هتتصلح. ما تفوقي بقى، احمد مش هيرجع لك. لا احمد بيحبني، تعالي بس نروح له وهتشوفي. هحاول اكلمه وهخليه يجي. او النبي يا ماما كلميه. انا عارفه ان انا غلطانه وجيت عليك، حقك عليا يا احمد. عادي يا سعاد، حصل خير. سعاد يا ابني خلتني اتصلت بيك عشان تترجاك وتسامحها يا ابني. وانا مسامحها يا ام اسلام. تمام كده. يعني خلاص هنرجع لبعض؟ نرجع لبعض ايه يا بنتي؟ ده انا كاتب كتاب الاسبوع اللي جاي يا لهوي. وانا عازمكم. كاتب كتابك ازاي؟ ده انت بتحبني. كنت يا سعاد بحبك ودوست على كرامتي كتير معاكي عشان بحبك واقول ماشي، لكن انك تعرفي واحد عليا وتستغفليني، ده انا ادوس على قلبي بالجزمه. والله يا ابني هو اللي كان بيكلمها وهي عبيطه وغلطانه. طب اديها فرصه تانية. بنتك لو اخر واحده في الكوكب ما تلزمنيش. وبعدين انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا بقول لك كاتب كتاب الاسبوع اللي جاي وعازمكم. الله يخليك يا احمد، خلاص سامحني. انت خلاص ما تلزمنيش.